غسول بيعالج الحبوب في 15 ثانية. غسول بانوكسيل للبشرة الدهنية واللي فيها حبوب، وده غسول يومي قوي جدا للحبوب، وممكن كمان استخدامه على الوش والجسم. طب الغسول ده ازاي بيشتغل بالسرعة دي؟ ده لأن في مادة بتدخل جوه المسام بتنضفها وبتقتل كل البكتيريا، والمادة دي هي البنزويل بروكسيد. والغسول في أعلى تركيز من مادة البنزويل بروكسيد وهي 10%، واللي بتشتغل بسرعة عشان تقضي على 99% من البكتيريا اللي بتسبب الحبوب في 15 ثانية بس. الغسول مش بس بيعالج الحبوب الموجودة، لأ، ده كمان بيمنع ظهور حبوب جديدة، يعني مش محتاجة تعملي روتين معقد للبشرة. الغسول كمان فيه مواد مرطبة عشان ما يجففش البشرة. وازاي بقى تستخدميه بطريقة صح؟ زي أي غسول عادي، هتبلي وشك أو المنطقة اللي عايزة تعالجيها بالمية، وتحطي عليها غسول وتدلكيه لمدة من دقيقة لدقيقتين، وبعدين تشطفي كويس بالمية، وبتستخدميه مرة واحدة بس في اليوم. الغسول حجمه 156 جرام، بس قبل ما تشتريه لازم تعرفي إن الغسول ممكن يسبب جفاف للبشرة، وده لأنه قوي جدا بسبب تركيز البنزول بروكسيد العالي اللي فيه، فالأحسن إنك تستخدمي معاه مرطب قوي بعديه. كمان الغسول ممكن يفتح لون الشعر شوية، ولازم تستخدمي سان سكرين الصبح. الغسول كمان سعره عالي ومش متوفر في كل مكان، ولو عايزة تعرفي أكتر عن غسول مناسب ومتوفر أكتر للبشرة الدهنية، بشوف الفيديو ده عن الفرق بين غسولات لا روش بوسيه للبشرة الدهنية. بس افتكري إنك مهما استخدمتي غسولات وسيرامات لبشرتك، فطريقتك وأسلوبك هما اللي هيخلوكي جميلة في عيون كل اللي حواليكي.